يعد ملعب 19 ماي 1956 أحد أكبر الملاعب على المستوى الوطني، يأتي بعد ملعب 5 جويلية من حيث عدد المقاعد، حيث يتسع ل 58 ألف متفرج. الملعب التحفة فتح أبوابه عام 1987 واحتضن العديد من اللقاءات الدولية، كما احتضن لقاءات المجموعة ب من كأس إفريقيا عام 1990. وكمعظم ملاعب الوطن يبقى الملعب يشكو نقصا واضحا في نوعية العشب، فما هي الأسباب يا ترى؟ العشب الطبيعي لازم له يد متمرسة ولا كادر يكون متخصص في العشب الطبيعي. يعني ببساطة الأمر أنا ما نقدرش مهنة دهان يخدمها يعملها عامل بناء، ولا بناء يقدر يخدم خدمة الدهان. سي لا ميم شوز كو العشب الطبيعي. المشكل الثاني يعني في الجزائر لحد الآن ما كانش أسمدة مختصة في العشب الطبيعي. الحاجة يعني المشكل الثالث لحد الآن يعني فيما يخص نوعية البذرة، بذرة العشب الطبيعي ما كانش بذرة يعني اللي ما كانش يعني بذرة جديدة في الجزائر. يعني نعطيك مثال صغير، فيه نوعية من العشب الطبيعي اللي معروفة هنا في الجزائر. هما نوعين معروفين بزاف هنا في الجزائر اللي ما يطلبوش الماء كمية كبيرة من الماء، هو الكيكيوكو ولا لو شياندون. الكيكيوكو والشياندون في البلدان المتقدمه وفي امريكا وفي كندا، لانهم هما يعني اللي متمكنين بزاف في الميدان هذا. خرجت نوعيات جديده اللي بلو يعني العشبه راح تكون رقيقه شويه على العشبه اللي راهي متواجده حاليا في الملاعب الجزائريه. لكن واش قاعدين نشوفوا احنا في الملاعب الجزائريه، خاصه الملاعب هذه اللي عندها 16 سنه وعندها 15 سنه و10 سنين، نوعيه البذره راهي نوعيه بذره يعني حد الان راهي غير مستعمله في البلدان الاوروبيه ولا البلدان المتقدمه يعني في المجال هذا. تتعدد الأسباب وتبقى الأرضية واحدة، فما هي الحلول التي بإمكانها أن تخرج ملاعبنا من هذا الوضع المزري؟ لازم الملاعب هذه تتوفر على عتاد صيانة مختصة بالعشب الطبيعي. يعني وان شاء الله لو كانت تتوفر يعني تتوفر الاسمده ويتوفر العتاد، ونكونوا اطار يعني في كل ملعب نكونوا يعني مختصين ما يحتاجوش يعني مستوى علمي كبير. الملعب سيحتضن نهاية شهر مارس لقاء الجزائر والمغرب بحساب تصفيات كأس إفريقيا، والعمل جاري لأجل تهيئة الأرضية لهذا الموعد الهام من قبل شركة خاصة. Ici, il y a un manque de produits spécifiques gazon et il y a un manque de moyens sur le matériel qui fait qu'on ne peut pas avoir des stades au niveau avec les moyens techniques qui sont déployés ici. Alors les solutions d'après toi? Les solutions d'après moi, c'est de pouvoir arriver à avoir des produits spécifiques gazon qui ont des apports différents que des produits agricoles. Le gazon a besoin d'autres choses, a besoin des choses un petit peu plus précises, un peu moins grossières. Moi j'ai vu ici des choses être faites avec des petits tests, ils mettaient une petite dose, une autre petite dose pour essayer de trouver un résultat. Mais en faisant comme ça, on arrive à trouver des résultats périodiques, c'est-à-dire que ça va dépanner sur le moment, mais on ne peut pas avoir un stade de haut niveau annuel avec des performances de qualité. قد تهيئ الأرضية لهذا الموعد الهام وقد يجرى اللقاء في أحسن الظروف، لكن إلى متى تبقى ملاعبنا تعاني النقص؟ وإلى متى نبقى نعتمد على الحلول الظرفية؟